أنا باحذّرك اوعى تاكل منه كميات كبيرة. ناس كتير بتخاف تاكل العيش البلدي لإن هم بيقولوا إن هو بيعمل كرش. صح، لأ غلط، فكرة في إيه؟ خلّيني أقول لكم الحقيقة، العيش البلدي بيكون معمول من رَّد، فالرَّد دي بيكون فيها ألياف، الألياف دي بتساعد إن هي بتحسّن الشبع عندك، إن أنت تكون شبعان ما تجوعش بعد لمّا بتاكل. تاني حاجة إن هي بتساعد على عمليات الهضم، وفي نفس الوقت ما بترفعش السكر جدًا في الدم. الفكرة في إيه؟ إن إحنا تفصين، بيكون العيش لسه خارج من الفرن سخن وجميل، فبيغرينا فبناكل منه 3، 4 لإنه طري ولذيذ ما بنحسش بأي حاجة. الفكرة مش في العيش نفسه، الفكرة في الكميات يا تفصين. طيب خلّيني أوضّح لكم حاجة بسيطة. كنت عايز أقول إيه؟ نسيت الscript. لأ خلاص افتكرت. الفكرة إن إحنا العيش البلدي لمّا بناكله بيتحوّل لنشويات، والنشويات بتتحوّل لسكريات، والسكريات بتتحوّل تتخزّن في جسمك كدهون، وليلة زرقا سعادتك، وشايل أردغانة. ماشي خلّينا نرجع لموضوعنا عشان ما ناخدش عن صريف إن في الكميات العيش اللي إحنا بناكلها، الدايت يا جماعة ما فيهوش حرمان على قد ما هو تنظيم في الأكل، وإن إحنا ننظّم في الأكل والكميات، ما ناكلش أي حاجة وخلاص، زبيب في عبيد في أي حاجة، لأ نكون منظمين عارفين إحنا بناكل إيه، بناكل صح. العيش بيكون كويس، ولو جينا قارناه بالعيش الشامي اللي هو في ناس كتير بتحبه وكده، فهو أفضل بكتير لإن في قيمة غذائية عن العيش الشامي، لإن هو بيكون معمول بدقيق أبيض وبيعمل عسر هضمي وبيعمل إمساك. فالأفضل إن إحنا ناكل العيش البلدي، ناكل رغيف بالكتير أوي أو 2 ما ناكلش زيادة عن اللزوم، لإن حقيقي بيبقى مش كويس. طبيعي يعني أي حاجة بتزيد عن حدها في الكميات ما بتبقاش لطيفة خالص، فلازم نكون عارفين إحنا بناكل إيه والكميات المعقولة، لإن مش هنقعد نحسب لإن في ناس بتكسّل في موضوع الميزان ده، بس هو بالعكس بيبقى جميل جدًا ولذيذ، على الأقل تعرف أنت دخّلت إيه وكلت إيه والكلام ده كله. لو الفيديو عجبكم تابعوني واعملوا لي follow ويا رب تكونوا استفدتوا، ولو عايزين نطلع أتكلم عن حاجة معينة أو تعرفوا حاجة معينة اكتبوا لي تحت في الcomment، وإن شاء الله استمر في الفيديوهات الجاية. سلام.